وكالعادة النمبر 1 محمد رمضان بيتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي مرة تانية بعد ما طلع في فيديو بعد أيام قليلة جدا من ظهوره في حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي أحياه. كان في اعتراض كبير من الجمهور عليه عشان يطلع يدعم مرة تانية بعد مواقفه الملخبطة الفترة الأخيرة. طيب يا ترى رمضان قال إيه عن الأحداث دي وليه كان متأثر وعيونه دمعت؟ تعال نعرف القصة من البداية للنهاية على المصرية. محمد رمضان طلع على الانستجرام في الساعة الأولى من صباح اليوم في فيديو وبان عليه التأثر جدا وقال فيه والله مكسوف كسوف مش عايز أقول لكم عليه، مكسوف لنفسي ومكسوف لكم ومكسوف لكل عربي، ربنا يرحمهم ويشفي مصابيهم ويصبر أهاليهم، مكسوف إن كل جريمة بشعة عقلنا ما بيستوعبهاش وقلبنا ما بيتحملهاش نردش عليها، واللي بنقدر نعمله إننا بنمسك الموبايل. شوية ناس تصمم صور وتكتب اللي قلبها يقول لها عليه وناس تمنتج فيديوهات على موسيقى حزينة. احنا هنفضل لحد امتى نحارب بالموبايل ونرجع كرامتنا بالموبايل ازاي وندافع عن اخواتنا بالموبايل ازاي، هنحررهم بالموبايل ازاي؟ طبعا مش قادر اقول لك الجمهور قال ايه عن محمد رمضان. طبعا التعليقات كلها جت سلبية والكل قال يا سيدي طيب ابدأ بنفسك وبطل تغني او تعمل حفلات استعراضية وادعم من قلبك، ما تقعدش تغني وتعمل اغاني وحفلات وكل اللي بتعمله يبقى كلام وخلاص وتدعم زينا من على الموبايل بشوية فيديوهات. الاعتراض على محمد رمضان ظهر بشكل كبير في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والترجي، لقى استهجان كبير جدا من الجمهور بسبب انه ما لغاش حفلاته او اعماله وجولاته بسبب الاحداث اللي بتحصل، وعشان كده الجمهور اول ما بدأت الفقرة الغنائية بتاعته ما التفتش ليه وابتدى يدعم بشكل قوي. طبعا ظهور فيديو زي ده في ظل ان رمضان عليه استهجان كبير وحزن على موقفه خلى الناس تتوقع انه بيحاول يركب الترند ويبين قد ايه هو متعاطف، وده ظهر من خلال التعليقات على السوشيال ميديا واللي اغلبها بيقول ان محمد رمضان بيحاول يحفظ ماء وجهه وانه عايز يخرج من الاحراج اللي حصل له خلال نهائي بطولة دوري الابطال، وكمان عشان اسهمه ما تنزلش واعماله ما تلاقيش جمهور يحضرها زي ما حصل مع فنانين قبل كده. محدش بقى فاهم حاجة، يعني اعلان بيبسي الصبح ومحمد رمضان بالليل، ولسه شكلنا هنشوف حاجات كتيرة جدا الفترة اللي جاية غريبة لان اصلا الوضع بقى غريب جدا ومحدش فاهم اي حاجة، وكل الفنانين بيقولوا انهم كانوا ماضيين عقود سواء حفلات او افلام وما ينفعش يلغوها، وكمان مع معلنين، والقصة كلها ماليات في ماليات. المهم قول لنا في الكومنتات ايه رأيك في موقف محمد رمضان من خلال الفيديو ده.